الإنسان بيجري في بدايته، بيجري جدا خايف عشان حاجة ممكن تاكله، أو بيجري جدا ورا حاجة عايز ياكلها، فبينهج طول الوقت وحياته عبارة عن جري 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 جري. المصري كان بيبقى قاعد يجيله النيل يفيض ويمشي يطلع زرع ياكل ويشرب ويوكل الدنيا معاه، فكان عنده فرصة إنه يقعد ويهدى، ما بيجريش بقى، يهدى كده ويتأمل ويكتشف الدنيا. ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ الدين، إن الدنيا، السماء، الارض، الصباح، بدأ يبقى فيه فكر، وبالتالي بدأت حضارة ضخمة جدا، حضارة المصريين. عشنا سنين طويلة جدا لأن بلد كانت خيرها كتير طول الوقت، فمطمع طول الوقت أو ملجأ طول الوقت، وبالتالي عدى علينا كل أجناس الأرض. كل اللي جه حط حتة ومشي، حط حتة ومشي، وفي النهاية فضلنا زي ما احنا وهنفضل زي ما احنا. مصر يا مصر أنا داير داير، أزرع تاني الأرض بشاير، أزرع تاني الأرض أغاني، قد ما بشقى وقد معاني، ألقى شجر ونضر ومعاني، شغل الحق ما فيهش خساير. مصر يا مصر أنا داير داير. النهارده بنتكلم عن مصر وهويتنا المصرية، وأنسب من يتكلم في هذا الموضوع ضيفتنا العزيزة دكتورة هدى عبد العزيز، نائب رئيس جمعية دراسات الهوية وحفظ التراث واستشاري مناهج تعليمية. دكتورة هدى، حضرتك مشرفانا ومنورانا. أهلا بيك. ايه بقى؟ احنا برنامجنا ايه بقى؟ ايه بقى؟ ايه بقى المصريين دول ايه؟ وملامحهم ايه؟ وايه اللي حافظهم لحد النهارده؟ وايه الخطر اللي ممكن يحصل عليهم من كل الموجات اللي بتيجي وتروح، وازاي يحافظوا عليها؟ ده هنتكلم فيه. يلا تحب بينا. تبتدي منين؟ إحنا مين؟ مم. كلنا بنسأل في السؤال ده دايما، بندور جوانا وبنحاول نشوف حوالينا إحنا مين. وهنلاقي إن في بحث عملته جامعة كامبريدج بترد على السؤال ده، وهو بحث قوي جدا جدا جدا. هو بحث المصريون فينا جميعا. من 50,000 سنة اتوجد عندنا طفل في منطقة الترامسة قريب مننا. الطفل ده هو أول لحد النهاردة أول إنسان عاقل نلاقيه موجود. مم. والهيكل بتاعه بيوضح لنا من طريقة الدفن إن كان في معتقدات معينة موجودة كان بيمارسها المصري أو أصحاب جذور الحضارة المصرية القديمة. ثانية واحدة، عشان في كلام كبير جدا حصل. حضرتك قلتي انه اكتشف طفل، جسد طفل يعني قديم، من 50 ألف سنة. ألف سنة. مم. 50 ألف ألف سنة. سنة. ده احنا متبع لنا وهم كبير جدا. طبعا موضوع 5000 7000 سنة سنة و7000 سنة، مفيش الكلام الفكة خالص. ده. لأن كمان كان معاه الأدوات بتاعته اللي كان بيستخدمها في المحاجر، وإنه كان دايما بتحصل في الوقت ده حالة هجرات. مم. في الهجرة دي ابتدى إن من مصر نفسها ابتدى الناس تتحرك وتنزح ناحية البحر الأحمر، وعدوا الناحية التانية ومشوا ناحية آسيا ومشوا ناحية أوروبا، وفي طلع من مصر ناحية ليبيا والناحية التانية. فحصل زي توغل للجين المصري في المنطقة اللي حوالينا كلها العالم القديم كله. كله. مم. فإحنا المصريون فينا جميعا، لأن الجين المصري هو جين متفرد. حتى في الأبحاث بقى بيتكتب الجين المصري. مم. فهنلاقي إن في مجموعات كلهم اللي حوالينا فيهم بنسبة 18% 28% جزء من الجين المصري. مم. فالمصريون فينا جميعا، ولكن إحنا هنا في مصر إحنا الجين بتاعنا بيور 100%. مم. ولما حتى عملوا دراسة ما بين الأقباط المصريين اللي موجودين هنا والموجودين حوالينا في العالم الآخر، لقينا إن إحنا هنا المصريين المسلمين والمسيحيين نسبة التقارب الجيني حوالي 99%. إحنا بنتكلم في 98.8، يعني تقريبا 99%. مم. فإحنا المصريين الأقباط، عشان أنا بحب دايما أقولها الجبط، كده. احنا كلنا بالظبط الجبط، كده، المصريين هم الجبط. مسيحيين ومسلمين كلنا نفس الجين.
ولكن إن في نسبة تشابه جيني ما بيننا وما بين الشعوب اللي حوالينا المحيط. بالضبط بنسب بسيطة جدًا. إمم. ولكن نبدأ نقول حاجة مهمة جدًا، إن الانتماء العرقي ما لوش علاقة بالانتماء اللغوي. مش معنى إن أنا من العرق الفلاني وإن أنا باتحدث اللغة عندي اللي أنا باستخدمها دلوقتي إن أنا بانتمي ليها. إمم. اللغات بتتغير وبيحصل تحديث ليها. إمم. فإحنا عندنا اللغة المصرية القديمة هي واحدة من عيلات اللغة اللي اسمها الأفرو آسيوية. إمم. عندنا دي العيلة الكبيرة، طلع منها الأمازيغي وطلع منها اللغة المصرية وطلع منها اللغات السامية اللي هي بعد كده طلع منها الأرامية والعبرية إمم. والعربية. فهم مجموعة إخوات، ولكن اللغة المصرية هي لغة منفردة. إمم. بيحصل طبعا إن هنلاقي في قواعد اللغة المصرية هي شبه قواعد اللغة العربية. بمعنى ندي أمثلة، إمم. إن عندنا مثلا واو الجماعة. إحنا لما بنحب نجمع أي حاجة بنحط فيها في اللغة المصرية القديمة الواو. إمم. يعني مثلا جسر جسرو يعني قدس الأقداس، آه. نتر نترو اللي هو رب الأرباب. إمم. فبنجمع بواو الجماعة وبنأنس بالته. يعني عندنا كلمة نب لوحدها يعني سيد، لو قلت نبي يعني سيدي، يعني ضفت إمم. لها الياء بتاعتي. كلمة نبي النبي سيدي يعني و... سيدي. بالظبط. تمام. يبقى عندنا نبت يعني سيدة، ضفت إمم. لها تاء التأنيث. فإحنا عندنا فكرة القواعد هي أمال كلمة سا وست؟ سي وست، أو اللي هي كلمة سي وست. آه. رجل وست. إمم. يعني سي السيد آه. دي كلمة مصرية سي أصيلة، ست. سي آه. سي وست السيد فلانة. آه. وست الفلانة إمم. بالظبط كده. مرتي أو مرتي يعني مرتي. معناها محبوبتي. ليه النهارده لغاية بيتقالوا في النهاردة بعض لسه بنقولها بعض القرى الصعيد يقول لك مرتي. إمم. بالظبط كده. إمم. فإحنا عندنا القواعد بتاعة اللغة هي متشابهة حتى متشابهة. كمان في تركيب الجمل. إمم. طبعا عشان المجموعة دي عبارة عن إخوات فبتتناقل، فعادي جدا إن يحصل فيه التشابه الصوتي، إمم. يحصل تشابه صوتي. لكن في تشابه صوتي وهمي، بمعنى إن في ناس تقول لك إن لأ ده اللغة المصرية القديمة هي أصل كل اللغات، حتى اللغة الإنجليزية إحنا السبب فيها مع إنها من عيلة أخرى. إمم. بيستشهدوا بإيه؟ بمثلا كلمة سير اللي هو سيد. سيد. إمم. فإحنا بنقول سير، فهي بالعربي أو سوري باللغة المصرية القديمة هي سير برضه. إمم. كلمة هايت يعني مرتفع، إحنا عندنا بنفس النطق وبنفس المعنى. كلمة كاو اللي هي أبقار أو آه. ثيران هي آه. بنفس النطق ونفس المعنى. ده تأثُّر بس متهيأ لي مش أكتر، كلمات صح؟ عادية بالظبط كده. تأثُّر تلاقي شعوب شعوب وثقافات طبيعي. فكلمات زي ما إحنا دلوقتي كده ممكن في النص يخوننا التعبير ونحط كلمتين إنجليزي كده، طبعًا. ده عادي. إحنا مش لكن بنحط كلمتين إنجليزي بس. فده التناقل ده اسمه يعني التشابه الصوتي ده وهمي. إمم. زي الكلمة اللي كلنا بنسمعها كلمة فرعون، لا دي كلمة أنا شايف إن ده شيء خطأ، لازم وهي نصححه. جريمة عملت لنا مشكلة كبيرة جدًا، وبعدت بيننا وبين تراثنا وجدادنا وأهلنا وناسنا القدام، سموهم فراعنة فحسينا إن دي ناس بعيدة وناس لا هم ما اسمهمش كده وما فيش حاجة اسمها فرعوني، ويا ريت توضحي لنا الحتة دي. احنا خلينا نتكلم فيها بشكل أعمق أكتر. احنا عندنا في رأيين. الرأي الأول البعض بيقول إن هو لقب. لقب. إمم. لقب فرعون اللي هو فرعون ده بيتقال على ملوك مصر، أي ملك بيتقال عليه فرعون. إمم. طيب نرجع للغة المصرية القديمة والآثار اللي موجودة عندنا. مبدئيا رقم واحد، الألقاب الموجودة في اللغة المصرية القديمة هم 5 ألقاب، ما فيهمش كلمة فرعون خالص. إمم. يعني عندنا كلها ألقاب بتأكد على إن الملك مسيطر على أرض الشمال والجنوب، زي نسوت بيتي ملك الوجه القبلي والبحري، نب طاوي سيد الأرضين. يعني كلها ألقاب معروفة، و5 ألقاب بنلاقيها إزاي؟ بنلاقي الخرطوش مرسوم عندنا وفوقيها كلمة، الكلمة دي بتقول لنا اللقب إن ده بتاع الملك، الملك. اللقب كذا. ما فيش منهم كلمة فرعون خالص. إمم. طيب هم بيقولوا أصل هي ما كانتش اسمها فرعون، هي كان اسمها برعا، إمم. بعد كده اتحولت لفرعا، بعد كده فرعو، بعد كده فرعون. فإحنا عندنا ده رأي، ناس بتقول إن هو كده، لكن إحنا لا في مقبرة لقينا فيها كلمة فرعون، ولا مقبرة لرجل اسمه برعا.
يعني إحنا عندنا قوائم الملوك الملكية الموجودة في أبيدوس وفي سقارة، والملوك كلها مكتوبين قدامنا، ما فيش ملك اسمه برعة ولا فرعة ولا فرعو ولا فرعون، ده مش موجود عندنا يعني خالص. ناس جم لبسونا حاجة اللي بالظبط كده، لبسوها لنا وخلاص سمعوها في بالظبط. القرآن، فقال لك يبقى الناس اللي هناك ده هم اللي هو احنا يعني، وفي واحنا ملناش برضو دعوة بالكلام. علماء يعني منهم فلاندرز بيتري، ده واحد من العلماء اليهود المهتمين جدا بالحضارة المصرية القديمة، هو اللي غذى الأفكار دي زي فكرة فرعون، زي فكرة لوحة إسرائيل، لأنه قرأ الاسم بتاع يزرعيل اللي هي قبيلة موجودة في ناحية الهلال الخصيب اللي هو الموجود فوق، بأنها اتحولت لإسرائيل. ولكن نرجع لحاجة مهمة جدا، نظرية الأسماء. الأسماء ما بتتغيرش. أنا هدى في الحضارة المصرية، هدى في أمريكا، هدى في أي مكان. وبرضه نرجع لحاجة كمان، يعني إحنا دلوقتي لو هنقول إن معانا ضيوف، حضرتك اسمك الأستاذ صبري وأنا اسمي هدى، دي أسماء عربية معروفة ومتداولة وفاهمين معناها. لو هنستضيف مجموعة من مثلا اليونانيين، هيبقى عندنا بطليموس، عندنا جوسيفوس، عندنا حاجات بتنتهي بحرف الأس في الآخر، فإحنا بنبقى عارفين إن من الاسم ده يونانيين. طب لو قلنا أسماء مصريين قدماء، فإحنا عندنا الملوك بتاعتنا آمن حتب يعني آمون راضي، عندنا رع مسو اللي هو رمسيس اللي هو معناها الذي أنجبه رع، عندنا أسماء زي تويا ويويا ومايا، أسماء معروفة. فدي من العائلة بتاعت الأسماء المصريين. لكن فرعون، إحنا سمعنا حد اسمه فرعون؟ ما حصلش في تاريخنا كله. بس على وزن إيه؟ شمعون، هارون، اللي بتنتهي اللي كده، هي اللي هي تخصهم مش المجموعة بتاعتنا، مش بتاعتنا فقاموا خالص عاملين راميينها علينا احنا، علينا ومن ساعتها احنا مش عارفين نخلص منها، بالظبط وبقينا كده. احنا نفسنا بنرددها من بقينا إحنا كتر من كتر الجهل ما إحنا يعني. بنتكلم احنا جهل بالظبط كده. كده نجهل ما. فإحنا لازم نرجع للآثار، الآثار بتقول إيه؟ ما فيش كلمة فرعون خالص موجودة في قاموس اللغة المصرية القديمة، ولا في قوائم الملوك، ولا حتى عندنا اللقب بتاع برعة موجود. طيب برعة دي شفناها فين؟ برعة لأنها موجودة في معبد كلبشة، موجودة كلبشة. كلبشة، وده معبد من العصور المتأخرة. كلمة برعة لقيناها، برعة معناها البيت العظيم، ودي معناها زي مثلا إيه؟ صرح البيت الأبيض، مكان الحكم. صرح الباب العالي زي ما احنا في بنقول الباب العالي. الباب العالي، صرح البرعة البيت العظيم. عندنا مثلا معبد دندرة، عندنا خراطيش كلها فاضية، هل معناها ان الخرطوش ده يعني الهوا هو اللي بيتكلم؟ لا، هو الفكرة ان كان في فترة اضطراب، في ملوك كتير كانت بتتغير، فالخرطوش اتساب فاضي، ولكن البرعة او البيت العظيم هو اللي كان بيطلع منه القرارات او بيطلع منه السياسة بتاعة البلد. لكن احنا كلمة لا برعة ولا فرعة موجودة خالص في يعني الحضارة المصرية القديمة كاسم شخص، فده مش موجود عندنا. ده الموضوع ادى علينا لدرجة ان احنا نفسنا بقينا نقول على نفسنا كده بفخر، يعني واحنا بنورط نفسنا في حاجة حاجات مش مش بتاعتنا بتاعتنا خالص، ولا تخصنا ولا لها علاقة بينا اصلا يعني. بالظبط كده. فدي حاجة مش عندنا، يعني ما شفت لحد الآن ما فيش أي حاجة بتقول حاجة زي كده، ده رأيي الشخصي يعني. طب مش بس اللي ملبسونا في حاجات مش بتاعتنا زي كلمة فرعون الغريبة اللي لبستنا دي، فكرة في حالة من حالات التنفير من أيوة. المشاعر، الشعائر، بلاش شعائر عشان بتودينا في ناحية دينية، الطقوس والاحتفالات المصرية، زي فكرة السبوع. اه يعني السبوع ده احنا بطقوس المصرية، ايوه بالفول النابت، بدق ايوه الهون، بالغربال، برش الملح، وكل الحاجات دي، والقلة والابريق اللي بيظهروا، كل دي ملامح بتقول انه في خير جاي، في نبات، في يعني الفول النابت ده بدي نفس بيطلع الدلالة بتاعت ايوه النبت، ورش الملح ده عشان يحميهم ويحفظهم، وابريق وقلة من باب ان ربنا يكرمك وتلاقي غطاك، كلها حاجات تؤدي لفكرة البهجة ايوه. والحياة والنماء. ايه زعل في كده؟ مين مزعله ان احنا بنحتفل بالحياة؟ لأن برضو احنا عندنا قسمين انقسموا دلوقتي، اللي هي الحال عندنا مجموعة تقول لا المصريين موحدين،
وبيستشهدوا بفيديوهات أو آراء علماء، راجل كبير في السن بيتكلم، كلامه هادي، فالناس بتاخد الكلام مسلّم بيه وهي آراء بيدعوا ليها. إمم. زي مثلًا فكرة إن إدريس هو أوزوريس، مع إن أصلًا في اللغة المصرية القديمة أوزوريس ما اسموش أوزوريس، اسمه وزير. اسمه أوزير، الأس دي اتحطت بسبب اليونانيين اليونانيين. لمّا نطقوها. حورس ما اسموش حورس، اسمه حور، الإس دي أيوه. هي اللي اتضافت، إمم. فقال لك حتى حورس إذ أو اسمها عيز. إيزا أو إيسات. آه. فإحنا عندنا كلمة أوزوريس اتاخدت إدريس، برضه اللي إحنا بنقوله لوي رقبة التطابق الصوتي الوهمي. الوهم. آه. فخلاص يبقى إحنا كده إحنا على المِلّة الإدريسية، وإن إحنا موحّدين بالشكل الفلاني، وإن إحنا كذا وكذا وكذا، علشان يبقى الدنيا إيه، متوافق معاها. وفي مجموعة أخرى تقول لك لأ، كل الحاجات دي ده الفراعنة الكفرة، ما ينفعش إن إحنا نعمل كذا، ما ينفعش نتكلم اللغة المصرية القديمة دي لغة الكفرة، لأ ده الطلاسم السحرية اللي موجودة لازم نشيلها. هو دايمًا الجهل بيعمل حالة خوف. بيع ب م و خوف من المجهول. آه. وهو تقريبًا لمّا العرب بدأوا يبصوا على الحاجات دي هم ما يعرفوهاش وما أيوه. فيش في مخيلة تاريخهم إنه في حاجات من دي، فاتعامل معاها إنها سحر بدأ يخاف منها، وطبيعي اللي يجهل شيء عادةً في التاريخ بنقول اللي بيجهل شيء بيخاف منه. إمم. بس إحنا مثلًا كنا عندنا ميزة العالم كله قعد يعني يغيّبها، وبعدين كل العالم احتاج لها دلوقتي، إمم. اللي هي إن المصريين حلّوا كل إشكالياتهم اليومية والحياتية توافقًا مع الطبيعة، في harmony كده وتناسق عظيم مع الطبيعة، ما لويش إمم. رقبة حاجة. إمم. يعني الحاجة مثلًا عشان يحفظوا لون ما جابوش الكائن الكيميائي الجديد اللي هو الشفاف ده إمم. وعملوه عليه، لأ، بياض البيض من الطبيعة. فيحفظوا. إمم. فطول الوقت حاجاتهم من الطبيعة إمم. وحياتهم من الطبيعة وعندهم دورة حياة كاملة دخلوا جواها، إمم. فبدأوا يحلوا مشاكلهم توافقًا مع الطبيعة، إمم. فكانت الطبيعة محفوظة طول الوقت. إمم. مؤخرًا طبعًا ده انزاح أيوه. سنين طويلة في عمر البشر من أيام مصر القديمة للنهارده، دلوقتي العالم كله في احتياج شديد لهذه الحياة تاني. إمم. ده حاجة زي ما حضرتك بتقول إن فعلًا دلوقتي في صحوة من العالم كله، ودي ناتجة لكذا سبب. برضه هنرجع ونقول لحاجة إن مثلًا أنا من أوائل التمانينات، أنا اتربيت على إن مامتي بتقول لي كِخ، إمم. الكلمات المصرية العادية خالص، كلمة مقّقة عينيك، الكلمة دي مصرية خالص. جدتي طول الوقت ده طوبة وتخلّي الصبية كركوبة آه. آه. الشهور اللي هي شهور القبطية السنة اللي كانت القبطية. العادات اللي حضرتك بتقولها زي إمم. كلمة السبوع. أنا برضه جدتي وقت ما خلّفت بنتي قالت لي حُطّي ال7 فولات وتطلع منها، يعني إمم. كل دي موروثات ابتدينا إيه، إنها تختفي واحدة، واحدة. يعني الجيل الجديد اللي هو من أولادنا اللي موجودين دلوقتي، لا هم عمرهم يعرفوا كلمة بِخ ولا كلمة مَقّق ولا عمرهم هيقولوا الصبية تبقى كركوبة ولا الشهور إمم. كل ده بيختفي. ولكن لإن برضه هنقول إن الفترة اللي فاتت دي كلّها الانطلاق على العالمية والعولمة والكلام ده كلّه سرّع من إن الكلام ده يختفي. لكن في عمل كمان ميزة، إنه في ماتشات الكورة مثلًا بتاع كأس العالم، آه. كل الجماهير بتعمل حاجة آه. تقول هي مين. أيوه. المصريين ما لقوش غير المصري القديم، أيوه. عشان دي ملامحهم، آه. فبدأ يبقى في اتجاه كتير بين الشباب إنه يدوّروا على العالم دي، لإنه في وسط السيول أنت هتدوّر على ثابت أيوه. عشان تمسك فيه، لمّا تختلط الثقافات الكتيرة ببعضها أو ييجي هجوم على بلد أو احتلال أو دايمًا في لحظات الأزمات اللي زي دي الواحد على طول بيقوم رايح جوّه نَفْسه، بيدوّر على نَفْسه، على الحتّة اللي فيه. نذكر إنه في من 100 سنة تقريبًا، كان عشرينيات القرن الماضي، حصل الأزمة الضخمة دي، وبدأ كتير من المفكرين والعلماء والفنانين والمبدعين يتكلموا في موضوع الهوية المصرية، و
محمد لطفي السيد وفي المزيكا كان سيد درويش عامل حالة من حالات الرجوع المصرية للملامح وكده. احنا الايام دي في حاجة شبه كده، ايه اللي ممكن نعمله يا دكتور؟ إحنا دلوقتي عندنا زي ما حضرتك ذكرت إن فكرة الصحوة اللي موجودة دلوقتي، إن بالذات مع هجمات حركة الأفروسنتريك، مم. لإن دي كشفت لينا العالم بيفكر إزاي. مم. طبعا حركة الأفروسنتريك ليها جذور بعيدة جدا، يعني إحنا بنتكلم من حوالي 70 أو 80 سنة كمان ابتدت الحركة دي تشتغل واحدة واحدة، ولكن ظهرت قوي في الفترة الأخيرة. منها الأفلام اللي اتعملت والمغنيين اللي بيبقوا مصرين إن هم يجوا هنا عشان يثبتوا إن هم أصحاب الأرض والحاجات دي كلها. فده خلى الناس بقت في حالة ربكة، لأ إحنا مش هنسمح بده إنه يحصل. فابتدى إن الناس بتجري تشوف إيه اللي ممكن يرد إزاي. إنها إحنا لسه عاملين مؤتمر قريب، كم الحضور اللي فيها الناس اللي عاوزة تيجي تتعلم وتسمع إزاي ترد ردود علمية عليهم. فإحنا عندنا الشعب المصري قوي، ما بيسمحش بحاجة زي كده. مم. وفكرة الاحتلال اللي حصلت لينا هي عمرهم ما قدروا إن هم يغيروا مننا. يعني مثلا احنا عشنا قد ايه وقت في الاحتلال الفرنسي والاحتلال الانجليزي، ولكن المصري البسيط العادي خالص هو مهما حصل عمره ما اتعلم لا اللغة الإنجليزية ولا الفرنسية. بناخد كده يعني حتة يعني لحسة كلمتين كده. كده، لكن ما مش بنتحدثها لا بطلاقة طبعا، وسبناهم ان هم يحتلونا. لا. حتى اللغة العربية احنا بنفكر باللغة المصرية القديمة. مم. بمعنى يعني كنت لسه بحكي عن في مسلسل كان فيها الممثل بيتكلم باللغة الإنجليزية، بس بيترجم اللغة المصرية بتاعتنا العادية. فبيقولوا I'm coming to you in the talk، يعني أنا جاي لك في الكلام. الجملة بالإنجليزي ملهاش معنى، ولكن هي بالعربي هي مفهومة بالنسبة له. إحنا نفس الكلام، إحنا مم. في كلمات وأسلوب بنستخدمه إحنا بنفكر بالمصري القديم. زي مثلا كلمة إيه، يا فرحة أبوك وأمك. مم. الكلمة دي أصلا مصرية قديمة جدا. ريشوت إت موت، ريشوت يعني سعادة، مم. إت يعني أب، موت يعني أم. يا فرحة أبوك وأمك دي موجودة في أي حتة؟ مش موجودة. قلبي وقع في رجليا، مم. ابقي ننسو امغات إيه. قلبي ابقي، قلبي ننسو مش موجود. انغات إيه في جسدي، حتى بنقول الجتة جاية من غات إيه، جسدي. قلبي وقع في رجليا، ما فيش حد بيقول الكلمة دي. مم. فإحنا بناخد الكلام المصري القديم وبنترجمه تلقائي. يعني عندنا القوالب بتاعتنا يجي اي ماده نحطها عربي عشان انجليزي كده العربي بتاعنا مميز جدا. وكمان اي لغه ده يعني اه يعني احنا اللي بنقول تلفنلي ايوه. يعني تلفنلي او الوهات، اه يعني للدرجه دي قادرين بنشكلها بطريقتنا احنا. زي برضو المصري القديم كان عنده كلمة واحدة بتدي معنيين، زي كلمة يعني عظيم، مم. وبرضو حمار. فاحنا مثلا مم. كلمة ماشي اللي بنقولها دلوقتي هي باللغة العربية ماشي يعني يمشي. مم. احنا دلوقتي ممكن ماشي، حضرتك قول معايا كده، ممكن نديها كم معنى؟ ألف معنى. ماشي ماشي، يعني خليك فاكرها، ايوه وماشي هوريك، ايوه، وماشي هعديها لك، وماشي انا موافق وماشي وكل حاجة. موافق. طريقة الإلقاء بتاعتنا دي مصري قديم جدا. اه عندنا المصري القديم لما كان بيجمع حاجة كان بيرسمها 3 مرات. يعني مثلا عايز يقول كثير من اللحم أو مم. لحم كتير قوي قوي قوي، مم. فيرسم لحم لحم لحم، طير طير طير. احنا دلوقتي بنعمل نفس الطريقة دي في ان احنا لما عايزين نقول مثلا ايه، انا تعبان قوي قوي قوي، مم. انا جعان قوي قوي قوي. التكرار ب3 مرات دي مصرية جدا. اه فإحنا بنفكر باللغة المصرية القديمة، ولكن بننطقها كده مع شوية كلمات عندنا باقية من طبعا القبطية حافظت كتير جدا على على المرحلة اللغه. الأخيرة من اللغة. وإحنا الكلمات اللي لسه بنستخدمها دارجة ما بيننا. يعني كلمة اديني، مم. اديني دي بالظبط بالجرامر المصري القديم. اديني دي كلمة مم. مصرية خالص، مم. لكن ما لهاش مقابل في أي لغة تانية. فالحمد لله لسه في حاجات باقية، فهي اللغة عايشة. طيب ازاي ندرس اللغه المصريه؟ أنا عندي تجربة جربتها.
رُحت الأول عملت قبل ما يبقى في موكب المومياوات والحاجات دي كلّها، عملت حاجة اسمها مبادرة محو أمية اللغة المصرية القديمة أو إمم. المحو ده علشان نعمله، إحنا المفروض إن بنروح المدارس نعلّم الطلبة، فالطلبة ابتدينا نشتغل معاهم ونكلّمهم والطلبة كانت مبسوطة جدًا، جدًا. بعد كده ابتدى إن يبقى في بعض من الأهالي هم اللي يمنعوا الطلبة من إن هم يتعاملوا معانا. كان لازم إن إحنا يعني دايمًا في الناس تقول إيه، ابتدوا بطلبة المدارس، لأ، إحنا مش هنبتدي بطلبة المدارس، إمم. إحنا محتاجين الأكبر، إحنا محتاجين القادة نفسهم، سواء مديرين المدارس أو الأجهزة نفسها، تمشي المؤسسات، بتوازي مع بعضها ممكن. تبدأ هي إمم. نغيّر مفاهيمها. من غير ما يفهم الأساتذة دول ده طبعًا، أساسي ده عشان لازم كلّهم في حاجات علشان غريبة دخلت دماغهم وبيقولوها للعيال الصغيّرة. بالضبط كده. آه. ال إيه اللي يمنع إن تبقى دروس الرسم مش في حصص رسم، طبعًا. تبقى تعليم اللغة المصرية القديمة، إيه اللي يمنع؟ هو حاجات كتير، يعني إحنا نقدر إن إحنا ندخّل الحضارة المصرية القديمة في كل المناهج، مش بس في الرسم أو في التاريخ. يعني مثلًا أنا لمّا باجي أعلّم عربي، إمم. عربي، ليه باخد من الأدب مثلًا الجزيرة بالضبط كده. ومن آداب من كل ناحية مع إن أنا مترجمة. ممكن إن أنا أستخدم الأدب المصري القديم اللي كُلّه تعاليم وتهاذيب وأخلاق. إمم. ليه في اللغة الإنجليزية أستخدم قصص لشكسبير، ماشي أدّي مرّة، لكن أنا عندي برضه من الأدب المصري القديم اللي ممكن أستخدمه ويبتدي يحلّل الموضوع ويطلّع الشخصيات، لإن الأدب المصري القديم إحنا عندنا هو فعلًا ممتاز وليه أسلوب وليه تكنيك، يعني ما هواش إمم. حاجة خفيفة، لأ ده إمم. بالعكس ده ليه دراسة إن إحنا ندرسها. مادة الحساب، إحنا عندنا المصري القديم أول واحد يعرف الكسور ويعرف فكرة المسائل. يعني كان بيعمل مسائل تعليمية بيدّيها لرغيف العيش وعندنا عُمّال إزاي نقسمها والكسور، عندنا فكرة العُقدة، يعني ياخد الحبل ويعمل عُقد ويحسب المساحة دي بعدد العُقد دي، فإحنا الأطفال إحنا ليه مش بنعلّمهم الكلام ده، بنعلّمهم كمان الأرقام بالمصري القديم. عايزة أقول إمم. لحضرتك على حاجة، إحنا لمّا عملنا دراسة عن علوم المصريات في المناهج اللي موجودة في إنجلترا وفرنسا وكندا ومصر. مصر بتحتل رقم 4. عندنا طبعًا إنجلترا وفرنسا بالذات دول بيحتلوا أعلى مرتبة، وإن هم كمان بيدرسوها بعمق. مصر بتحتل رقم 6 في تدريس الحضارة المصرية القديمة بعمق. فإحنا إحنا يعني الموضوع أبعد بكتير من إن إحنا نعلّم الولاد اللغة المصرية القديمة هو أو عايز مشروع. مشروع من أصله الأول. اللي كاره نَفْسه، آه. اللي مش عارف قيمة نَفْسه، ده عنده مشكلة لازم يعالجها. حقيقي، أنت حقيقي. عندك مشكلة مع نَفْسك ليه؟ ما أنت زي الفل أهو، مالك في إيه؟ الموضوع محتاج زي ما حضرتك بتقول مشروع مدروس، لازم مشروع قومي. ونشوف آه. العالم بيفكّر إزاي، يعني إحنا العالم بيتعامل مع مصر إزاي، وإحنا المصريين بنتعامل مع مصر إزاي. إحنا إحنا دماغنا محتلة، إمم. أرضنا حرة ودماغنا محتلة على فكرة. دي مشكلة كبيرة. أيام الصحوة بتاعة العشرينات القرن الماضي، سيد درويش مثلًا كان عامل غنوة بتاعة بنت مصر، فيها مقطع عظيم جدًا، واضح إنه استخدام اللغة المصرية في أيوه. الغُنى يعني كان مشروع واضح إمم. كاملًا. خلّيها دي حلقة في ودنِك من قبل ما تقروا الفاتحة، أول كلام تقوليه لابنِك وطنك ما فيش زيه الدحّة، من إمم. نيل نبوه حبّه، تحبّه يا نونو بالأكتر، إمم. من ماما وبابا والسُكّر، منّه الدِسّة ومنّه المَمّة، إمم. اوعك تنسى فضل الأم يا جدع أنت. تغذية الأطفال باللغة المصرية دي، بالضبط كده. الأمهات تقعد تقول له دِسّة يا ماما، كُخّة، آآ هوبا. أيوه بالضبط المفردات اللي كلنا اتربينا عليها، ولكن أنا هارجع أقول إن الجيل بتاعنا برضه اللي هو يعني أنا من جيل التمانينات، الجيل ده ابتدى معظم الأمهات
تميل أكتر للاتجاه إنها لأ، قُل مامي، قُل بابي، اتكلم بالإنجلش، أعمل مش ما هو ده عارفة إيه. كان بداية الاحتلال الفكري بالضبط لمصر. كده، إن الأجنبي أفضل، وإن اللغة الإنجليزية هي الأفضل، مع إن مثلًا أنا والدي وجدتي وجدي وكل المجموعة اللي كانت عايشة في الفترة دي، كانت بتتحدث العربية بطلاقة، الإنجليزية بطلاقة، الفرنسية بطلاقة، يعني مش معنى إن هو بيعرف إنجليزي أو بيعرف فرنساوي إن لسانه إنه العربي مش اختفى. هيبقى مصري يعني. فمش يعني واللغة إحنا هي وسيلة تواصل، أنا إمم، أحتاج إن أنا أسافر برّه أو إن أنا أتعامل مع جنسيات أخرى، عادي إن أنا أتكلم اللغة بتاعتهم وأتحدثها بطلاقة، إمم، حتى المصري القديم علشان حركة التجارة اللي كانت بتحصل والحدود والكلام ده كله، كان عنده عنده فكرة إنه يتكلم بلغة تانية، الأسرى اللي كانوا موجودين يعني في مقبرة حور محب هنلاقي إمم، شكل المترجم، فكرة المترجم موجود. اللي إمم، بيترجم هنا للمصري وبيترجم للأسرة، فإن أتعلم لغات عادي، ولكن إن أنا أتنصل من من لغتي، لغتي. يعني أطفال 3 سنين بيبقوا بيتكلموا بالإنجليزي ونقعد نقول لهم من فضلك اتكلم عربي، لأ كلم نناه يعني دي حاجة يعني حاجة مش مقبولة، فإحنا زي ما قُلنا إن اللي بيربي هو ده اللي المفروض نتكلم معاه، فكرة بناء الإنسان، مين اللي بيبني؟ الأب والأم. الأب والأم، إمم، البيت. والمدارس. ما هو هاقول لحضرتك على حاجة، المدارس طبعًا، بس لازم البيت يكون بيساند. هو البداية عند البيت، ما إحنا بالضبط. بتوديه المدرسة بعد ما على الأقل تدّي له تِلت معرفته في الحياة. أنا دايمًا باتكلم مع الأمهات لمّا بييجوا مع إدارات المدارس ويقولوا اللغة المصرية القديمة دي لغة ميتة، ما تعلموهم AI، علموهم حاجات يعني اللي هو يعني إحنا دايمًا بيقربوهم للحديث اللي موجود قدّام، وإن الحاجات دي حاجات ماتت، أو إن التاريخ ده حاجة ماتت، مع إن الهوية المصرية أو أنتِ كمكوِّن، أنتِ عندِك التاريخ، اللغة، الدين، الأرض. الإرث الثقافي بتاعِك هو ده اللي بيخلّيكِ مميزة كإنسانة مصرية، إمم، لمّا تروحي في أي مكان والواحد يتكلم من اللغة بتاعتنا بنتعرف، من الملامح بتاعتنا إمم، بنتعرف، من أسلوبنا بنتعرف، من تربيتنا بنتعرف، ف ده اللي لازم نشتغل عليه، ولكن للأسف، للأسف معظم الأمهات دلوقتي مش فاضية، معظم الأمهات دلوقتي مشتتة ما بين حاجات كتيرة جدًا. من ظروف اجتماعية واقتصادية ويعني وأفكار موجودة مخلّياها بعيدة عن ابنها، يعني لو الأم هي اللي بتدخل بتنضّف بنفسها أوضة ابنها، بترتّب سريره، بتعرف هو مهمل إزاي أو إنه بيتصرّف إزاي، بيتكلّم إزاي، تسمع بيعمل إيه، هي لوحدها أنا هالاقي في أمهات بتتخض لمّا بنيجي بنقول لها بيكتشف. آه. لمّا بنيجي إمم، بنتكلّم معاهم وبنجيبهم ده حصل الموقف الفلاني أو كذا، وييجوا بيبقوا بيحسّوا بغُربة ناحية أولادهم، فالأولاد فكرة القدوة ما عادش موجود، إمم، يعني لو سألت أي طفل صغير مين قدوتك دلوقتي، ما بيقولش بابا أو ماما، ده بيقول أنا عايز أطلع زي اللاعب الفلاني، أنا نِفْسي أبقى زي المغني الفلاني، ما فيش بابا وماما مش موجودين، لإن بابا وماما مش مشتركين حقيقي في تربية الطفل، مش إمم. هنقول رعاية الطفل. وما بيعيشوش معاه عشان ياخد نموذج. بالضبط كده، لإن هو الطفل ما بياخدش بتعليمات ولا بكلام، هو بيشوفك لازم بتتصرّف يشوف إزاي القدوة بيتصرّف بيعمل زيّك. إيه، آه. باودّيه يخرج فين، لأ لازم نخرج في المكان الفخم الفلاني، أو لازم أروح في مش عارفة فين عشان أتبسط، ولكن هو ما بيحسّسش الطفل إنه على فكرة أنا ممكن أروح على النيل وأقعد وأستمتع. إمم، أسكت، أسمع، أتفاعل مع الطبيعة، ما فيش طفل بيتفاعل مع الطبيعة، حتى على البحر، حضرتك تتفرج البحر ما فيش طفل واحد باصص له، إمم، كله باصص في الموبايل أو مدّي ضهره بيعمل التيك توك ويغني وبتاع علشان يعمل إمم، post للحاجة. إمم. إحنا الولاد فعلًا، فعلًا إحنا مش بعيد عارفة عنهم، تعيش. إحنا بعيد عنهم. عملنا مسلسل اسمه ولاد ناس آه، عن حادثة باص مدرسة، إمم، فجريوا الأهالي كلّهم على المستشفى، كلّهم اكتشفوا إنه ما يعرفوش عيالهم، أي حاجة عن ولادهم. ما حدش يعرف حاجة عن عياله. يعني كان طيب إحنا
لو ما عندناش بالفعل مناهج لتعليم اللغة مفيش، مش مش موجودة. موجود. حصل أصلًا تعاون ما بين وزارة التربية والتعليم سنة 2019 تقريبًا وكليات الآثار إن يحصل إن يعني يبقى في خريجين بالضبط كده، إن يحصل كده، وإن يتفضلوا كمان يشتغلوا. الدكاترة يبتدوا يشتغلوا على المناهج، ولكن الموضوع محتاج زي إرادة سياسية، بالضبط كده، إرادة من إن الدولة. يبقى في قوة، في آه، مشاريع قوية، وإن آه. المشروع يتم. ما يبقاش برضه فكرة propaganda عايزين نعمل كذا وما بيتمش، دي هو حاجة لمّا مهمة. اتعملت الاحتفالية بتاعة آه، نقل آه، المومياوات، كأنِك استدعيتِ، إذًا بالضبط. هو موجود. هو موجود والناس عاوزاه. آه. وعايزة أقول لحضرتك على حاجة، مدارس كتير جدًا، جدًا، جدًا من بعد موضوع احتفالية طريق الكباش الغنى اللي سمعوه واللغة المصرية القديمة إمم. وكده، لأ في ناس كتير عايزة تيجي وتشوف الموضوع ده، بس للأسف برضه فكرة التجارة بالtrend. إحنا عايزين نتكلم مش بمنتهى مش فكرة بُنى حقيقي يعني. فالموضوع محتاج مشروع قومي يمسكه إمم. المؤسسات عارفة هي بتعمل إيه عن تجربة حقيقية مع علماء حقيقيين يمسكوا المناهج دي يظبطوها، ندرس التاريخ بتاعنا إحنا. يعني أنا فاكرة إن أنا كنت باذاكر لابني من 3، 4 سنين كده، لقيت الكتاب بتاعه كله عن الوطن العربي، كتاب التاريخ من أوله لآخره عن الوطن العربي. إمم. ما فيش، ما فيش، ما يعني إحنا محتاجين زي أنا برضه اتعرض عليّا الفترة اللي فاتت مجموعة مسرحيات، آه، أنا أعلنت إني عايز أعمل مسرح فجأة. آه، كتير اتعرضوا عليّا، قال لي مش عارف إيه، الإمام إيه، وقعدوا يقولوا لي ملوك الأندلس، آخر ملوك الأندلس، وقعدوا يقولوا لي نعمل مسرح. قُلت إمم. له بالنسبة قُلت لهم لملوك ما تيجوا مصر يا جماعة، ما تيجوا مصر يا جماعة نعمل حاجة ليها علاقة بمصر يعني. يعني غُربتنا في البلد دي غريبة جدًا، غريبة إمم، و و وبنحاول نقول إن يعني أنا مش ضد إنّك أنت تعتقد فيما تشاء إمم، وتحيا كما تشاء وتربي عيالك كما تشاء، بس أنت ليه بتخلع جلدك عشان تعيش؟ هتعيش إزاي وأنت خالع جلدك؟ بالضبط. سايب ملامحك، دي مسألة. طب ما وناس تانية أنا شخص آه، ك ك أنا في النهاية أنا قعدت فترة طويلة جدًا جوايا إزاي ما بنعملش إمم، وإزاي ما بنخلّيش، واكتشفت إن أنا مش هاعدّل الكون يعني، أنا في النهاية إنسان ضعيف وكده يعني. لكن عرفت أكلي، شُربي، إكسسواراتي، ربايتي لعيالي، فُسحي كلّها مصرية، إمم، مصرية وعاجبني كده وعايش كده. فهي بتعرف تعمل ده لعيالك والّا لأ؟ إمم، يعني ودّيتهم كل الأماكن اللي ينفع تزار من آثار، إمم. وأي ندوات لها علاقة بالحضارة المصرية باودّيهم، باخدهم الغيطان ونتكلّم في فكرة الزرع يعني. بس دي محتاجة، هتبقى في النهاية حاجات فردية، فردية، إحنا محتاجين محتاجين مشروع قومي قومي، حقيقي، مشروع حقيقي قومي يعني. حقيقي يرجّع ارتباط الطالب بالأرض دي، ما إمم. يبقاش أنا عايز أسافر برّه، أنا عايز أدرس برّه، أنا عايز أتكلم اللغة اللي برّه، لأ، ارتبط بالأرض دي، لإن في ناس برّه عايزة تاخد الأرض اللي جوّه، لازم اللي يدافع ناسها، عنها ناسها. ناسها اللي يدافعوا عنها. بالضبط كده. طيب إحنا كلام كتير جدًا، وواضح إن إحنا عايزين نعمل حلقتين، 3، 4 والله يعني، لإن الموضوع بالفعل وتعالي نشوف figures في المجتمع أو جمعيات ومؤسسات نحاول نعمل أي حاجة ندعو لهذا المشروع يعني. يا ريت حقيقي يا أنا ريت أتمنى والله. فعلًا. آه. طب متشكرين جدًا دكتورة هدى، نرجع ونقول يعني سبحانه خلق لي، على مولانا فؤاد حداد، خلق لي شمال ويمين وهداني أغني لمين، وكتبني من القايمين شاهدين البداية. صباح الفل يا مصر.